الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن السعادة الزوجية وعن تحريك الركود فيها، ولأن الكثير من المتزوجين قد يتزوج والحمد لله هو الحلال الطيب الذي جعله الله للناس ميثاقا غليظا بقوله سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وذلك للتدليل على أهمية الحياة الزوجية. ولكن هذه الحياة الزوجية يعتريها الجفاء، وأحيانا يصيبها الملل، وأحيانا يكثر فيها الركود. ولذلك أقدم أول شيء دواعي وأسباب اختيار هذا الموضوع. لماذا اخترنا حديثا ونحن بين يدي رمضان عن الإبهاج في حياة الأزواج؟ في تقديري أن الحديث عن رمضان مكرر في كل عام، وقد أخذ حيزه ومساحته من البحث والمداولة، لكني أقول لا يمكن أن تستقيم الأمة، ولا أكون مبالغا لو أني قلت الخلل في الحياة الزوجية هو الذي ضيع القدس، وهو الذي جعل الكفار يحتلون ديار المسلمين، لأن اختلال مفهوم الأسرة وضياع هذه القيمة العظيمة هي التي جعلت الرجل يأتي زوجه ولا يسمي الله، يلد الولد ولا يكون الولد لله. ولذلك حصل الفساد، والذين فسدوا من الشباب مرجعهم إلى الأسرة ومآلهم إلى البيوت، والفتيات المتبرجات في الأسواق والجامعات والطرقات والمنتزهات، إنما مآل ذلك أيضا إلى خلل في الأسرة. إن الأسرة في تقديري قلعة، هذه القلعة وهذا الحصن يوم أن يسقط تتهاوى الأمة في كل مفرداتها، تحتل الديار وتنتهك الأعراض وتستباح المقدسات وتهون المحرمات، كل ذلك لأن الذي يعصي الله أول ما ينشأ يترعرع وينشأ في كنف أسرة، وعندها يتعلم القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة. إذن ما هي أسباب اختيار الموضوع؟ السبب الأول كما هو واضح بالنسبة لكم، واضح ولا ما واضح؟ واضح؟ تستطيعوا أن تقرأوا الكلام المكتوب؟ السبب الأول أن الحياة الزوجية في حد ذاتها حلم جميل ومطلب عزيز، وإن الهالة التي تكون مع الزواج، يا سلام يا أخي، أنت يقول لك نخدمك وإنت شنو بس تكفي. أي زول بيخدمك، شفت يوم العريس ده الناس الأمجاد بيجوا يرحوا لك مجانا، شفت ما عندهم مجان ديت يوم العريس ده يجوك مجانا، والناس دي كلها يباركوا لك. والعريس وين؟ خاصة إذا كان ما عنده حنة وما عنده حاجات زي دي، ما بكون عارفينه. يا ناس العريس وينه؟ يتلفتوا فيه، عريسكم ده وين يا ناس؟ الناس دي كلها يشوفوا العريس. ثلاث: حق على الله عونهم، الناكح الذي يريد العفاف. ولذلك أقول الزواج في حد ذاته مطلب عزيز وحلم جميل، وما من بيت ولا أحد من الحضور. بالمناسبة المحاضرة تعني في المقام الأول الرجل والمرأة، ولكن تعني الشاب الذي لم يتزوج، لأنه جزء من هذه المنظومة. فإذا اختلت علاقة أمه بأبيه أثر هذا سلبا عليه. والوئام داخل البيت والأسرة هو سبب لشبابنا، لأن
يدرسوا ويتعلموا ويستقروا وينجحوا ويعيشوا حياة طيبة. ثانيا كثرة الشكوى بين الأزواج، وذلك من سوء المعاملة وجفاف المشاعر مما يفضي إلى الطلاق والفراق. والله يا إخوان سبب هذه المحاضرة كثرة ما سمعت وتردد على أذني من مشاكل أسرية يشيب لها الرأس ومعاناة حقيقية. أحيانا تظلم المرأة وأحيانا يظلم الرجل، فأحس حقيقة أن الحياة الزوجية في مهب الريح، كثرت نسبة الطلاق. والله لا أكون مبالغا لو قلت لكم في يوم تلقيت 10 مكالمات كلهن في الطلاق. 10 مكالمات في الطلاق. طلقت مرتي، قلت لها كم مشيتي بيت أمك طلقانا، مشيت بيت أسمها وشنو وران شنو، وقلت لها طلقانا بالثلاثة وخنقتها وطلقتها. يا أخي طلقها بدون ما تخنقها، خانقها مالك انت وكده طلقها ساكت ما تخنقها، وخنقتها وشلت لها السكين في المطبخ وجريت وراها. والله العظيم يا ناس براي قلت الحصل شنو؟ فتبين لي أنهم لم يفقهوا دينهم أولا، ولذلك أساءوا معاملة بعضهم بعضا. كثرت الشكوى وارتفع الضجيج بين المتزوجين إفراطا وتفريطا وعدم رعاية للحقوق، وهذا ما سوف نعرفه بعد قليل أسبابه وكيف نعالجه وكيف نتعامل معه. ثالثا المحافظة على الأسرة المسلمة في ظل متغيرات العولمة ومخاطرها. نعم، لأن حقيقة الكفار أنهم لا يستهدفون الأفراد، يستهدفون الأسرة، لأن استهداف الأفراد يقوم من خلال الأسرة. يعني لو ولد البيت بيسجل، الأم والأب ممكن يشوفوا معالجة كيف الولد يخلي السجاير، لكن لو ما في أسرة بيسجل وبيمشي مخدرات وبينتهي بإجرام. فوجود الأسرة أكبر خطر ضد الكفار، يواجه الكفار اليوم. والكفار تستطيع بجيوشها أن تحتل الديار في العراق أفغانستان وغيره، وتستطيع بصواريخها أن تدمر الأمم، لكن يصبح أكبر عائق الأسرة. إذا قتلوا الآن في فلسطين المباركة، الشيء الغريب جدا مش في حرب وتقتيل، الغريب جدا أن نسبة الولادة وسط الفلسطينيين تساوي 13 أضعاف الولادة وسط الإسرائيليين. وده خوفوا، قالوا الناس دي قدروا ما نقتلهم يلدوا. عشان كده نساء فلسطين قالوا لشارون قتلوهم وسنلد، نحن نولد لكم انتوا قتلوهم ما عندكم مشكلة ما بنقف. ولذلك أقول مفهوم الأسرة مستهدف قبل الأفراد، ولذلك بانهيار الأسر يقع كثير من الفساد. رابعا قصدت بقضية للمتزوجين فقط البناء الإيجابي للأسرة. بمعنى شنو يا إخواننا؟ نقول الأسرة في خطر، الطلاق ارتفع، المشاكل كثيرة، الأولاد منحرفين، الشباب لا يحترم الآباء، الفتيات متبرجات، الأزواج يخونون الزوجات، والزوجات يعبثن بقيم البيت والأسرة، الأسرة في ضياع، المشاكل الأسرية مرتفعة، فلانة طلقت وذهبت إلى بيت أبيها وقام الأجاويد ده كله. بدل ما نتكلم عن ده كله نتكلم عن الأسباب والحلول، نقدم حل. يعني أنا أريد من كل حاضر وحاضرة إذا كان في زوج قاعد مع زوجته الآن في المحاضرة يرجع من هنا ويحاول إنزال هذا الكلام الشرعي على واقعهم. طيب أين الخلل؟ نعم أين الخلل؟ طبعا ده المتزوجين فقط، ما عنده مرة ما عنده طريقة يمشي يرقص ساكت بس، لكن اللي عنده مرته يمشي من هنا يحاول يطبق معاها الكلام ده، والما عنده مرة يقول بعدين لما الله يدينا نشوف بعد ده. لكن انت المهم تعرف الصح، وهذا قيمة مهمة جدا. طيب أين الخلل؟ إشكالات وأسباب.
في تقديري أكثر ما يشكوه الأزواج في عصرهم هذا أنهم يشعرون بالرتابة والملل والروتين في حياتهم. في الأيام الأولى كان النهم والإقبال الشديد والكلمات المعسولة والعبارات الجميلة. قال لي في شهر عسل وقعت في الوطن جاري عليها بالراحة وإن شاء الله ما عندك حاجة، وقعدت السرير. بعد سنتين وقع، قال لي عميانة ما تشوفي قدامك، كسرت الطرابيزة. قال لها كويس. فالشيء بيختلف. لكن لما يكون في دين، الدين بيعصم الحياة الزوجية من الانهيار. أنا أحس من خلال كثير من الشكاوى التي أستمع إليها في حياة الأزواج أن هنالك خلل ما، وأنا لا أريد أن نخرج من هذه المحاضرة انتصرنا للرجل أم للمرأة، للزوج أم للزوجة. أنا أود أن أنتصر للقيم. أحيانا يكون الخلل متبادلا بين الرجل وبين المرأة، هي بتكون مقصرة في جوانب هتكلم لكم عنها بعد شوية، وهو يقصر في جوانب أخرى من المشاغل ومن جفاف المشاعر ومن غيرها. وحتى أقل سبب يعصف بالأسرة المسلمة في هذا العصر. طيب، السبب الأول عدم الأخذ بالشريعة الغراء. عدم الأخذ بالشريعة إشكال. أولا أقول عدم الأخذ بالشريعة كقناعات ومفاهيم، وعدم الأخذ بالشريعة كمنهج وسلوك. كمفاهيم، أهم مفهوم ينبغي أن تحرص عليه المرأة في الأسرة قبل الرجل القوامة. بمعنى لو أن الرجل أبى القوامة، على المرأة أن تسعى إلى أن يكون الرجل على القوامة. يظن كثير من الناس أن القوامة في صالح الرجل، خطأ. القوامة أساسا هي لصالح المرأة. الرجال قوامون على النساء، والقوامة تعني الاحتمال والصبر وطول البال، بقوامة الرجل، والإنفاق والاهتمام بالمرأة. والمرأة إذا ما أبى زوجها القوامة وخنع حق الشاكل، تقول اسمع هوي أحكمني. بالمناسبة المرأة تعجب بالرجل الذي يحكمها، تعجب بالرجل صاحب الشخصية القوية، كويس. لكن في راجل، طبعا يا إخواننا أصلا الحكاية قائمة على التفاهم، وفي مفاهيم خاطئة جدا. يقول لك لابساه خاتم. ما معنى لابساه خاتم؟ معناها داء بيسمع كلام مرته، أو داء رافع الراية. الراية ياتا الحمراء ولا الخضراء يا راية. يقول ده رافع الراية. قال يقول لا ده رايته كبيرة. يعني شو بيسمع كلام مرته؟ العيب شنو؟ العيب شنو؟ أقول لكم كلام تستغربوا جدا. في ناس مرضانين للأسف الشديد، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، تجده لا يحتمل طلب من زوجته، ولكن تكون له عشيقة خارج الأطر الشرعية، يركبها في العربية ويحومها ويأكل البرجر وتطلب أي حاجة يدي لها. لما مرة تتكلم يقول لها يا مرة أنت غير الطلبات ما عندك حاجة؟ يا مرة ما كرهتينا. كرهتك يا تحسن؟ كرهتك يا تحسن؟ المسكينة اللي معك في البيت دي جبتها بحلال من أهلها، واستحللتم فروجهن بأمان الله. أنا أجلس به مرته قاعد أقول له يا أخي اسمع، أنت في العقد قول له لما تقلب مع أبوها أقول له اسمع والله أدق عليكم كل يوم وأنبذها وأكفتها. أدوني ليها، بيدوك ليها تتمسكن وتقول له ادوني، وبعد ما يدوك ليها تجي تعمل فيها في البيت أبو عرام تنشر وذكورك بلا سبب. يقول لك فلان ده مرته لابسه خاتم. أنا الكلام ده بالنسبة لي ما مزعج، يعني في النهاية طالما هو متفاهم معه ما في إشكال.
لكن أن يكون قوي الشخصية وبالرغم من ذلك مطاوعا لزوجه، يعني لمرته تكون شخصيته قوية، ما يكون ديوث يسمح لها بأن ترتدي ما تريد وتخرج كما تريد، لا، يكون راجل يحكم زوجته. والمرأة تميل وتعجب جدا في دواخلها من هذا الرجل، وهذا من الأمور الجاذبة في شخصية الرجل بالنسبة للمرأة. عدم الأخذ بالشريعة الغراء في حسن العشرة. أين حسن العشرة؟ أين حسن الخلق؟ يا أخي أقول لك قول يعتبر ما في حسن عشرة، حسن الخلق مع المسلمين، أليست هي واحدة منهن؟ أليست مسلمة تستحق المعاملة الطيبة الكريمة؟ يا أخي إذا كان أنت تعامل سائر المسلمين بل حتى الكفار أنت مطالب بالإحسان إليهم كما قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، قال الناس والناس يدخل فيها المسلم والكافر، وقولوا للناس حسنا، اعتبر من الناس بس ما تعتبر زوجتك. ولذلك أقول لكثير من الأزواج الذي يسيء المعاملة إلى زوجه أقول له دعك من مفهوم الزوجية، اعتبرها أخت في الله، أخت في الإسلام. كيف ستعاملها لو كانت في الطريق؟ أستعاملها بالرفق واللين والتلطف والعبارة الطيبة والكلمة الحانية والكلام الرقيق، أم أنك سوف تعاملها بالقسوة؟ أنت تعامل من لا تربطك بهم صلة معاملة كريمة، أذلك لحواجز الهيبة؟ ولأن الهيبة بينك وبينها كسرت بكثرة المعاشرة ولكثرة الاحتكاك معها، أتضيع هذه القيم والحقائق؟ من يسيء زوجه لا يحسن عشرتها مخالفا القرآن وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. القيام بالحقوق الزوجية بحسن العشرة وحسن الخلق الشرعي، أن تعاملها كمسلمة لها عليك حقوق الإسلام، بعد ذلك عاملها كزوجة. سوف تجد نفسك أيها الرجل أنت تحترم المرأة غاية الاحترام، ويقع الخلل في جميع مفردات حياة الأزواج أرجعه كله إلى عدم الأخذ بالشريعة الغراء. أي خلل في حياة الأزواج سببه البعد عن الشريعة. والله لو فقهوا الشريعة لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أورد الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا عجيبا وعلق عليه تعليقا عجيبا. الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الحديث، قال إن الرجل من أهل الكتاب ليمسك المرأة من يدها، يعني يتزوجها، وما تعلق يداها الخيط، شافع، قال لا يتركها ولا تتركه حتى يهرما. حديث عجيب. الرجل يمسك المرأة، شافع قال، ويمسك تاني ما بفوتها. قال الألباني معلقا هذا لما كان لأهل الكتاب بقايا دين، لكن لما مسخهم الإلحاد في عصرنا صارت المخادنة والمصادقة والعلاقات غير الشرعية. يعني ده الآن في الغرب ما في، لكن في فترة كانوا يقدسوا الحياة الزوجية. الحديث في مضامينه الكلية ومراميه الأساسية يحكي تقديس الحياة الزوجية، أن تقدسها. ومن التقديس ما أورده الترمذي في جامعه، الحديث 77 بعد 900 وألف، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى امرأته ونظرت المرأة إلى زوجها نظر الله إليهما نظرة رحمة. يا أخي دي حاجة ذاتها ما عادية، تعال لا في وشها الله يرحمك. قال والله الموضوع ده كان كده ما هي، شو الكلام ده كيف؟ تعال لي مرتك في وشها، قال ربنا يرحمك. قال يا أخي ده والله ده لكن كلام جميل، طبعا أحسن من المسلسلات مش كده؟ أحسن من اللبنانيات والسوريات والمصريات دي، ولا ما أحسن؟
قال فإذا وضع يده في كفها، مسك من يده بس بهزار، مسكه بتاعت حنان وعطف. يا اخواننا في بعض الناس يتخيل أن زوجة اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام في الفراش ما يكون عنده معه علاقة تانية، بس وقت الفراش يقضي وطر ويمشي. لكن حتى لو ما عندك رغبة في الفراش أن تمسكها من يدها ممازحا، قال تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. عشان كده قال وفي بضع أحدكم صدقة. يا أخي ده دين عجيب ذاته. ولذلك ما فهم الناس دينهم وما عرف الناس شريعتهم، ولذلك اضطربت البيوت، ولأنها ربما من الأول ما تأسست على الديانة. من الأول شاف في حفلة في شريط فيديو وهو مغترب، جابوا له الشريط في بيت العزابة في أبو ظبي، شاف الشريط وقفها بالريموت كنترول قال له دي منو دي؟ إن شاء الله ما مخطوبة. قال لا مخطوبة. رسل لأهلها لأنه مغترب طردوا له، بعد شهرين طرد له. ليه؟ لأنه ما في توافق. أعجب بشكلها ولم يسأل عن جوهرها ولا عن قيمها. هذا إشكال. الأخذ بالشريعة بريحة. قال عليه الصلاة والسلام وأنا أروي هذا الحديث لكل أب له بنات: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع الرحم الذي بينه وبينها. يجي لي بنتك زول فاسق تزوجها، قطعت الرحم اللي بينك وبينه. كان بيجي عنده الدنيا دي كلها، كان بيجي عنده مصانع وقروش، عنده أي حاجة. الحياة ينبغي أن تؤسس أساس متين. ولذلك أقول عدم الأخذ بالشريعة في كل مفردات وجوانب الحياة الزوجية من التأسيس الأول مرورا بالمعاشرة، ثم الأمر الثاني، السبب الثاني، الإشكال الثاني. ركزوا معي. الكمال محال. الكمال محال. أي شخص متزوج، المزوجين خلوهم دين ما يعرفوا البقت زي ما بيقولوا كده. شوف الناس ما مزوجين، انت اول حاجه لما تتزوج ما ترسم حياه خياليه ومثاليه في ذهنك. الحياه الزوجيه دي في عدم وفي فقر، والفقر ده يجيب المشاكل. اكلمك والله الفقر ده يجيب المشاكل. الفلس ده بيطير، بيخلي البيت ده يجيف. ده كان الناس ما عندهم دين كويس. الفقر فيه والمشاكل. مرات هم كون زهجان يا اخي، مزهجين في الشغل ده. ومرات يكون هي عندها إشكال، مرة بظروف تقع المشاكل. من ظن أنه سوف يتزوج حياة خالية من المشاكل موهوم. ده وهم. ده شغل مسلسلات وشغل جامعات وحب تحت النجيلة. بعدين لما تخشوا جوا البيت ده بتعرفوا حاجة. انت قاعد نجيلة وستيم، تشرب ستيمك وتأكل السندويشتي وتمشي وهي تمشي. يا زول هوي في أولاد وبطني واجعاني وتمشي المستشفى الساعة 1 صباحا. بتعمل شنو؟ كويس؟ طيب انت ده لعب؟ ده زواج؟ ده ما لعب. عشان كده أقول حقيقة الكمال محال. الحياة الزوجية لا بد أن يكون فيها مشاكل. يا أخي بيت النبوة تقع فيه الإشكالات ويتعرض لبعض الهزات. ولذلك هذه تحتاج إلى حكمة الرجل وإلى حنكته. وأنا أرى أن الأجدر بقيادة البيت والأحرص على سلامته واستقراره الرجل، ولذلك أعطي حق الطلاق، وبعولتهن أحق بردهن. الرجل هو اللي عنده الحق، لأن الرجل بيفكر كثير، لكن المرأة عاطفية. لو قالوا المرأة طلق، في توب ممكن تطلقك. جيب لي توب، ما جبت توب تقول لك طلقان، انتهى الكلام. يعني قال لك الطلاق ده ربنا أداه للأزواج، حق للأزواج للرجال. ولذلك أقول أيها الأحبة الكمال محال. أسس حياتك على أن تحصل إشكالات.
لا أن تكون الإشكالات جزء أساسي، لكن أن توطن نفسك على أن الخلل العادي والإشكال الطبيعي والمشاجرة التي تقع اعتيادية هذا أمر طبيعي في الحياة الزوجية. ثالثا السآمة والملل والحياة الروتينية. وأنا أود أن أقول هنا شيء. السآمة والملل، الحياة الزوجية كثير من الأزواج خلاص مزوج له 5 سنوات 10 سنوات 3 سنوات بيشعر إنه بقى ما في جديد، في رتابة، هو يحتاج إلى أن يجدد، والتجديد ما فيه. والتجديد العنصر الأساسي فيه الزوجة، والحياة الزوجية ينبغي أن تكون فيها مفاجآت، تكون فيها مفاجآت وأشياء خارج الروتين. يعني مثلا كون الراجل والمرأة يكونوا مع بعض ويطلعوا ويتونسوا ده عادي، لكن كونه يمشوا الخلا ويعملوا ميس يقول أنا راح أسابق وتسابقين ويجروا، ده بيكسر الروتين. كان يفعله سيد البشر وإمام الرسل صلى الله عليه وسلم، كان يسابق عائشة يجري معها. حتى الزمن ده كان مشيت تجري يقولوا زول ده عويل، يقول لك يا مولانا مالك في شنو؟ والله يطلعوك في جريدة الدار، يقول لك الشيخ بيجري مع مرته، مشوا الخلق قال هو مرته بيجروا ما عندهم شغل، والله العظيم يقول لك كده. لكن يا اخواننا حقيقة هذا ضرب من ضروب كسر الروتين. أن تدلل المرأة بتغيير ألفاظ اسمها هذا من كسر الروتين. مرتك ما باسم بس، حاول تغير في الاسم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الناس في التربية وسيد الناس في الأخلاق وفي كل شيء. يا زوينب، عنده مرة اسمها زينب، يقول لها يا زوينب. ولعائشة يا عائش، تفخيما، وهذا له وقعه وأثره في النفوس. يعني مرتك حاول تغير في اسمها يا أخي. كلثوم تقول لها شنو؟ قل لا يا كلتم ولا أي حاجة. المهم أنت تغير في الأسماء كويس؟ ما بيجي الاسم ده ما في مشكلة. والله أقول المهم أنا داير شنو؟ أريد أن تحاول أن تتلمس الأشياء البسيطة في هذه المسألة كسرا للروتين. على المرأة أن تغير في منظر البيت بين الحين والحين. يا أخي ده له وقعه في نفس الرجل وله أثره البالغ كويس. ولذلك أقول السآمة والملل. يشكو كثير من الأزواج السآمة ويشكو الأزواج الملل. السآمة والملل بعضها عادي وطبيعي وفطري، وبعضها مرض لا يشبعه شيء، دائما يتطلع إلى الحرام، دائما يريد أن يغير في النساء. هذا لا ينفع. هذه كما قال ابن الجوزي مريض، ولو أنه رأى جميع نساء الدنيا واستمتع بهن لأراد غيرهن. ما بجيب ده، أعوذ بالله. لكن في سآمة بتكون عادية، بعد قليل الحياة تستمر ويعيشون حياة هانئة ومستقرة. رابعا جفاف المشاعر والبخل بالعواطف. وأقصد بذلك أن حقيقة أيها الإخوة من أكثر الإشكالات الكبيرة، أقول هذا الكلام بصراحة، أن يعبر الرجل عن مكنوناته لزوجه، وأن تعبر المرأة عن مكنوناتها لزوجها، وأن يتخيروا الوقت والجو المناسب لذلك. يا أخي حياة أكل وشراب وقام وجبت لنا شنو كويس، الفطور بشنو، الأولاد ماشيين المدارس. يا أخي بالنسبة في ناس بيستحي بيخجل يبوح بمشاعره لزوجته. وفي صحيح مسلم سئل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ رجال سألوا قال له أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. يا سلام، حتى أنا كان سألوني رجال قال لي بتحب منه؟ طوالي بقول أبوي.
وتاني بقول لهم أمي، لكن تقول مرتي والله يشيلوا حالة. يقول لك قال بيحب مرته طوال يقول لابسه وخاتم بجد. لكن قال عائشة قالوا من الرجال، قال أبوه ما مشى بعيد. لذلك أن يبوح الرجل لامرأته لمكنونات مشاعره يشبعها. وأنا أقول يا إخواننا والله أنا أقصد المعالجة، أقصد المعالجة. ما وقفت عليه من الأخبار والمشاكل الأسرية يمكن أن أصنف فيه مجلدا. كثير من الزوجات تبدأ الانحراف وهي متزوجة لأن زوجها يضن عليها بمشاعره، فتقع في آخر يسمعها كلاما معسولا وصادف في نفسها فراغا وجفافا وحوجة لهذا وظمأ، فأشبع هذا المنحرف عاطفتها، فإذا بها تنقاد وهي متزوجة إلى المحرمات. وفي تقدير السبب الأول من الزوج. يا إخواننا أقول حقيقة كون اسمع هذا الكلام، كون المرأة تسمع هذا الكلام في تتخيل إنه هي ما بتقول لك أنا دايره، لكن بيسر هذا الكلام. بعض الناس يمكن أن يتكلم مع السكرتيرة بلطف أو مع زميلة في دراسة باحترام، مش باحترام، بانبساط شديد. ممكن أن يتعامل مع زميلات وصاحبات وجارات بمشاعر فياضة وبعواطف حارة، ويتعامل مع زوجه وحلاله ببرود. ماذا نستطيع أن نشخص هذه الحالة؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. والله أخواننا أنا بستغرب، الإنسان ممكن يجود على عشيقة بمال ولا يجود بربعه على زوجه وحلاله وولده. كيف نصنف هذا الكلام؟ ماذا يمكن أن نقول عن هذا الكلام؟ إشكالات حقيقية، جفاف المشاعر. ولكن أيضا على المرأة أن تعبر عن مشاعرها. جلسة عجيبة رواها البخاري في الصحيح والنسائي في السنن، حديث أم زرع طويل، والله الحديث حيرني. وحياة النبي مع زوجاته أدهشني. القائد الفذ والنبي المرسل والإمام القائد والمجاهد الصارم يدير حياة تسع زوجات، لا تحصل بين هذه الزوجات مقاطعات، وحياة من أسعد الحياة، وقيم من أسر القيم. يا أخي شوف قيم سرة جدا. يجلس يتكلم شوف عليه وسلم. عائشة تحكي له إنه جلس 11 امرأة فتعاقدن وتعهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 مرة. قالت الأولى زوجي، أي واحدة مسكت راجلها ما خلت فيه حاجة. زوجي كلحم جمل غث، جمل لحم جمل وجلافيط غث ما عنده قيمة فوق جبل. يا أخي لحم الجمل ما فوقه فائدة ده كان قدامك كنت تشيله، قالت فوق جبل تمشي عليه. لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل، يعني ما في حاجة قيمة تمشي عليها. الثانية قالت زوج العشنق، عشنق معناه طويل وأهبل، إن أنطق وطلق وإن أسكت وعلق. يا أخي النسوة عائشة رضي الله عنها حكت رسول الله، أنا طبعا بتخيله جاي تعبان من الشغل ومن هموم الناس، وجمع صلاة العشاء جاوب على الأسئلة ورد على الناس وسير الجيوش وعمل وجايه أموره كلها. جاء راجع البيت قالت له دار أتكلم معك، حكت له 11 مرة، ما قال لها مرة هوي ما عندي شغلة. يا أخي أنا عندي صداع في راسي ده، ما تكرهين حياتنا. يا أخي أنا زول يجي من هناك تعبان، يا أخي نقة يا أخي ما لي أعرف ذاته، يا أخي خلاص ما قال لك كده. استمع إليها حتى حكت جميع كلامها، والدليل على أنه كان مندمجا علق على كلامها وقال لها إنما أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لم أطلقك. فقالت عائشة بل أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع.
يا أخي ذاته ناس قاعدين في يعني شوف على كلام إخواننا الأسرة دي، ده إمام وقائد وعنده مشغوليات. حسن الواحد يقول لمرته والله ما فاضي، بعد أنت عارف أنا والله بستغرب، بس أقول لك الشغل شغل شيطان في كلام التلفونات الثقيلة بين المخطوبين. واحد يكون خاطبة يتكلم معاه نص ساعة بالتلفون وساعة، وناس مخطوبين الاسكراسات قال لك زي الكوتشين 25 ولا 25 نظم. الناس منهم في شنو يا ناس؟ المستعجلين لها شنو؟ والله تابعوا بعدين، اقسم بالله بعدين تابع بعد سنة تعرفها تابع وتقول اسمع يا مرهود والله انا تعبان مصدع. مستعجل شنو؟ النظم جايه، النقة جايه، لكن اقول لك حاجة مش في الحرام كده، بعدين لما يجي في الحلال ما بيقدر، لانه الشغل شيطان، الشغل ده شغل شيطان اعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا جفاف المشاعر. ومن هذا أن إخواننا الرجل إذا تكلم مع المرأة يبث عن مشاعره، أيضا على المرأة أن تتجاوز. ما في راجل سمع ناس الجيران عايشين رومانسيات ثقيلة، الراجل قال لمرته شايف القمرة دي؟ قالت له آي. قال لا والله أنا شايفك أجمل من القمرة دي. وده ما كذب، دي المواطن اللي بيكذبوا فيها على المرأة. تقول لا أنت أسمح مرأة، هي أسمح مرأة؟ أسمح مرأة وين؟ في السودان ما أسمح مرأة، خلي تمشي برا. تقول أسمح مرأة كيف؟ بس قول لا أنت أسمح مرأة، هي ترتاح جدا. قول لا يا أخي أنا ما شايف أسمح منك، صحيح حقيقة يعني. فده قال لا شايف القمرة دي؟ قلت له قال له والله تسمح من القمرة دي عندي. زولك قال خلاص أنا أطبق الكلام ده، بس سمعوا. جاء لي مرته قال لا شايف القمرة؟ قالت لي يا راجل جنيت عميان أنا، القمرة دي ما شايفها منه. طيرته لك من الكلام مرة واحدة. لا قال لا أنت أسمح ولا كده، سكت خلاص طمم بطنه ذاته. قالت لي يا راجل أنت جنيت ولا شو؟ عميان أنا المال حسن ما شايف القمرة دي منه. كويس. فجفاف المشاعر والبخل بالعواطف. خامسا غياب التفاهم والحوار. أنا أقول قاعدة أساسية: التوافق بين الأزواج مصدر السعادة الزوجية، وأن يتلمس الرجل مواطن إشباع المرأة أولا في عواطفها، ثم ثانيا في جسدها، ثم ثانيا في تفكيرها. عليه أن يتعامل مع زوجته كأنها طفلة. شفتوا الرجل العاقل بيتعامل مع الزوجة كأنها طفلة، كويس، يدللها كويس ويحتملها. طفلة معناها تحتمل أخطاء وهكذا. وأنا هنا أود أن أقول شيء من أسباب اختيار هذه المحاضرة: رسالة أرسلتها إلي امرأة متزوجة، ومن كثرة ما أن الرسالة كانت معبرة أكاد أحفظ كلمات وألفاظ هذه الرسالة. تقول: الزوج مع وطأة الحياة وكثرة المشغوليات ينسى عواطف امرأته ومشاعرها الغضة التي تحتاج إلى أن يتعهدها الرجل وأن يسقيها بماء حنانه حتى تنشأ هذه العواطف فتظل وريفة تظله وتظل عياله، تنعكس على عياله أمنا وسلامة ورفاهية واستقرارا. قالت: فإذا بالرجل يأتي في آخر اليوم متعمد مثقلا بالهموم، وزوجته قد هيأت له جلسة، ليس بالضروري أن يكون لقاء جنسيا، ليس بالضروري، ولا لقاء جسديا، إنما تريد منه بعض العواطف الحية وبعض الكلمات الجميلة وبعض العبارات الحانية وبعض اللمسات الرقيقة. فإذا به يجدها قد تهيأت، فأول ما يدخل يصدر كلمات يقص فيها ويخبرها معلنا أنه متعب يريد أن ينام. ما بقول له ما دايرك، يقول له أنا تعبان داير نوم. لو عندها كلام بتقدر تقول، لو ليش تنسمعه. قال: دي رسالة البنت، وقد يصدر هذا من دعاة يعلمون الناس الدين. فيا عجبي كيف غفل أطباء القلوب الذين يداوون جراحات
المجتمعات عن مداواة جراحات قلوب نسائهم. هذه الرسالة أول ما قرأتها قررت في الحال أن أقيم محاضرة في هذا الشأن والخصوص حلا وإشكالا. وأنا الآن حقيقة لا أقصد بالمحاضرة الحضور الذي أمامي، أقصد بالمحاضرة التسجيل حتى تنشر هذه المحاضرة في أكبر إطار. على حسب تقديري البسيط أحس أن المحاضرة قد تعالج إشكالات أسرية وتتلمس جراحات حقيقية موجودة في واقعنا قد لا نستطيع أن نتكلم عنها بشيء من الجرأة والشفافية والصراحة والوضوح. أقول غياب التفاهم والحوار على الرجل دون أن تخبره زوجته عليه أن يحس برغباتها وبما تريد فيملأ عواطفها بالحنان وبالكلام الجميل والعبارة الرقيقة. وعليه أن لا يكون أنانيا، فإذا أحس أن زوجته تريد إعفافا وإحصانا منه وهذا من مقاصد الزواج الأساسية عليه أن يفعل، لا يأتي إلا إذا رغب هو فقط. أيضا ينبغي أن يعفها وأن يحصنها. إني لأتزين لزوجتي كما أحبها أن تتزين لي، كما قال ابن عباس. هذا ليس كلام عالم من علماء الاجتماع أو عالم من علماء النفس في أوروبا، هذا كلام حبر الأمة وترجمان القرآن. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك أقول غياب التفاهم والحوار قضية أساسية. وأنا هنا أقول لتكن القاعدة الأساسية، وخذ مني هذا الكلام، أن الحياة الزوجية مشكلاتها إذا لم تحل في أضيق إطار في غرفة النوم بين الزوج والزوجة فقط تتفاقم المشاكل وتصل إلى أسوأ الدرجات. والأصل أن تحل المشكلة في داخل البيت بعد واللاتي تخافون نشوزهن. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح برضو في الأول بيناتهم أن يصلحا بينهما والصلح خير بغير أنانية وأحضرت الأنفس الشح. ولذلك أنا أقول هل يمكن إذا جلس رجل في هدوء وامرأة في هدوء أن يصلوا إلى حل، حتى ولو كان الحل أن يتفارقوا بالمعروف؟ أحيانا يكون الحل، والله يا أخواننا أنا في زول جاني عنده مشاكل أسرية عجيبة خلاص كم حالة أحاول أحكي لكم يعني طرف منها. جاني شاب في مقتبل العمر في مركز مرموق جدا. الزول ده وصل إلى طريق مسدود مع زوجي ما في بيناتهم أدنى خطوط الالتقاء. حاولت أن أعالجه سنة بدي توجيهات وبيجي راجع لي وتاني بكلمه أقول امشي طبق كده امشي اعمل كده. المهم في النهاية ما نفع، اضطر أن يطلق. حمدت الله على كمال شرعه، لو ما كان في طلاق الناس كانوا يموتوا. حمدت الله على كمال شرعه، وإن الطلاق من كمال الشرع، وإن من نقص النصارى والكاثوليك تحريم الطلاق بينهم لأنه دين ليس واقعي. والذي يحصل في أوروبا أنه إذا منع الطلاق تحصل من الزوجة علاقة مع من يشبع رغباتها وتميل إليه وهو يخالي غيرها وكل يعرف بالآخر وتستمر الحياة هكذا. الحالة الثانية جاءتني امرأة ومعها زوجها وابنتهما أو بنتهما الكبرى وجلسوا إلي يريدونني أن أطلق بينهما لأول مرة. فحاولت، ولكن بعد سماعي إلى حديث طويل في حضوره منها ومنه في حضورها وسماعي إلى كلام البنت في حضور أبيها كان يجب علي وجوبا شرعيا أن أسعى إلى تطليقهما. ولأول مرة عندهم 6 صغار والألم يعتصرني. هو قال لهم ما بطلق إلا فلان يقول لي طلق علي أنا. قلت له طلق. قال لي قلت كده قلت له حسه
قلت لها يا حسن طوالي طلقها، مع انه مشوا بمحاكم ومشوا وين ابي يطلقها اصلا، لكن اقتنعت انه الحياة الزوجية تعذرت وانها وصلت الى طريق مسدود حقيقة. ولأول مرة احس ان فعلا الطلاق الشرع لا يحبه، ولكنه يقننه، يضع له قواعد وشروط وضوابط وطريقة وهكذا. ولذلك أقول غياب التفاهم والحوار. أحيانا يكون التفاهم والحوار، يا إخواننا أنا والله أريد معالجة، معلش اسمحوا لي، حتى ولو في بعض الشباب أحيانا قد يكون التفاهم والحوار مفقودا على فراش الزوجية، وهذا من أكبر أسباب تعثر الحياة الزوجية. وهذا يحتاج إلى أن يقتنع الرجل بأنه يحتاج إلى معالجة، وأن تقتنع المرأة أنها تحتاج إلى معالجة، وأن يحاول كل منهم هدفه أن يكون إسعاد الآخر وإشباع رغباته وإحصانه وقضاء وطره. هذا من الدين والشرع. وأن يتخيروا الوقت المناسب، وأن تعذر المرأة زوجها إذا رأت منه نفورا، وأن تحاول أو أن تسعى إلى تنويع الطرائق لاجتذابه حتى لا يكون فريسة للحرام والشارع، وهكذا. والعكس صحيح. سادسا الغيرة المدمرة. غيرة الرجل على امرأته رجولة، وغيرة المرأة على زوجها حب. ولكن إذا صارت الغيرة وسواسا انتقلت من الرجل فكانت شكا وظنا، وهذا يعصف بالحياة الزوجية ولا استقرار معها. الحياة الزوجية مبدأها الثقة والطمأنينة والسكون إلى الآخر. ويوم أن يحس الرجل أن لامرأته علاقات مريبة لا يستطيع أن يعتبرها زوجة، وسوف يظل مهينا لها في باطنه. وكذلك العكس الصحيح، يوم أن تحس المرأة أن لزوجها علاقات. إخواننا في إشكالات، أنا أقول لكم إشكالات حقيقية، هذه الإشكالات هي موجودة. في نسوان بيسموه الرجال في الزمن ده بيسموه التفتيش. تعرف التفتيش ده شنو؟ المرأة كل ساعة كده الراجل انت وين؟ طبعا مشينا كل مرة تقول انت وين؟ جيب لنا معاك العيش، ما تنسى العيش. بعد ساعة تضرب له تقول له انت وين؟ معاك منه؟ ما تنسى الدكوة. بعد ساعة وين انت؟ وصلت وين؟ متغدي معانا؟ اي جيب لنا كيس موز. يعني ممكن تقول كيس الموز والدكوة والعيش في المكالمة الأولى، لكن هي دايرة تعرف ما شوين، بتفتش فيه، يعني بتعيش في قلق شديد خلاص. ده حب زايد بدمر. وفي نسوان بيفتشن الموبايلات. انت كخليت الموبايل في الشاحن ومشيت صلاة العشاء، هي بتجي تفتح الموبايل تشوف أول حاجة الأسماء، تقول لك سهام دي منه، ونجوى دي منه، وليلى دي منه، دي زميلتي. زميلتك علاقتك معها شنو؟ ومسجلة ليه؟ يعني درس مشكلة. بعد ذاك يفتحوا الرسائل المرسلة، تشوف انت رسلت شنو، وتشوف الرقم ده رقم منه، وكان حسد بأنه الرسالة غرامية ما ياها. طبعا ما في رسالة أصلا ممكن تكون لراجل، أكلمك في رسالة ممكن تقول للراجل عيونك وشنو ما عارف وكرع عينك. في زول بيقول للراجل عيونك وكرع عينك، تعرف إنها رسالة لمرأة طوالي تقول له تزره. معلش للكلمة دي، بتزره ولا ما بتزره؟ بعد ذاك يعرف ويفتش في المخارج ويتمتم. يا زول اللي بيخليك تتمتم من الأول شنو؟ حرام ما تبعد منه انت. التمتم دي حسها فيها لا داعي، الزرة دي حسها ما حرام كويس. وكمان المكالمات الرسائل الواردة، يعني شفتها تفتشك. أنا أرى حتى ولو الرجل عنده هذا الانحراف على المرأة ألا تبحث، حتى ولو تعلم أنها سوف تجد في الجوال عليها ألا تبحث، لأن قيمة عظيمة قد انهارت، ولأن الهيبة بين الأزواج واحترام كل للآخر ينبغي أن يبقى
أسوارا متينة وسوف تحصل هزة حتى لو هي عارفاه. يا إخواننا ما في ناس أزول بيتكلم بالموبايل لما يكون قاعد جمرته ويجيه اتصال بيقوم بيزيح بعيد تلقاه بيتكلم بالراحة. هي طوالي بالشك بتقول كان موضوع عادي كان يتكلم جنبي ما قاعد يتكلم جنبي الزمن ده كله برد على الناس كلهم جنبي الزمن ده كله. دي معناها واحدة طوالي بتقول دي واحدة كويس. لكن انت خليه المرأة ما تسأله ولا تلاحقه لكن عليها أن تسعى هي للفت انتباهه وإلى جذبه فربما وقع الخلل من أنه فقد أشياء جوهرية فيها. هذه نقطة واضحة يا إخواننا المواضحة واضحة ولا ما واضحة؟ طيب من الإشكالات والأسباب التي تعصف بالحياة الزوجية وتجعل الأسرة مضطربة كثرة الطلبات ووابل من قوائم المشتريات والكماليات. حس أي راجل في القاعدين دي لو قلت لي أنت أكثر حاجة بتضايقك في المرأة شنو؟ مرتك شنو؟ بيقول لك طلباتها كثيرة وما خاصة مع رمضان الأبري ما سوينا وشنو ما عارف. حس أنا متأكد في نسوان ما جو عشان الأبري في نسوان بيكون ما جانا المحاضرة يقول لك عشان نسوي الأبري. يا أخي أبري شنو؟ سنين تقول ما قاعد تسوي الأبري حصل شنو؟ كويس يعني عشان أوريك العقلية. أنا أقول للمرأة المسلمة إياك أن تكوني ذات تفكير سطحي وعقلية بحلة. يا أخي ساعدي زوجك أحيانا لما يدور يجيب قولي له هذا المال ينبغي أن نفعله فيما كذا وكذا وهو مجدي. لكن أقول اسمحوا لي هذا الكلام بعض النساء توصي المرأة أختها ويتواصى النساء بالسوء مع بعضهن. تقول المرأة لأختها الرجال ده كلام عين طايرة وكان لقوا القروش بالزوجي ما تخلي قرش في جيبه نظفيه تمام عشان لو داري عرس ما يدري عرس. طبعا ده شغل الشياطين. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول شنو؟ زخرف القول غرورا. ثامنا وهذا هو الأخطر عندي من أكبر أسباب المشاكل الأسرية التدخل من خارج الأسرة الصغيرة. طيب ماذا أعني بالتدخل من خارج الأسرة الصغيرة؟ شوف يا إخواننا أسوأ شيء ما يسميه الشارع التخبيب. التخبيب إنه امرأة تكون متزوجة رجل يدخل آخر أكثر منه مالا وأحسن منه وضعا يغر المرأة بأن تتطلق من هذا الزوج الذي لا يشبع رغباتها وأنه لا يستحقها يقول ما بيستاهلك. فتبدأ في سلسلة من المشاكل لتتطلق من هذا وتتزوج ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود ليس منا من خبب امرأة على زوجها وفي رواية من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة. وحكى أصحاب السير والأخبار أن امرأة جميلة متزوج بها حمال عالتالي لكن متزوجه مرة سمحة أمير من الأمراء حسده قال بالله أنا زول والله ما بيستاهل. قال ما بيستاهل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنت تستاهل الحكم ده حسن؟ أنت تستاهل؟ كان جينا للبيستاهل هو بيستاهل. فقام قال لها يا أخي أنقلك قاعدة في كوخ أنقلك إلى قصر من أوله بخدمه وحشمه وجواريه لك. قالت له إنه وإن أصبح في أقماري جلابية مقطعة إنه وإن أصبح في أقماري ونقص
من الدرهم والدينار أجل عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار أخاف إن غدرت حر النار. لأنه أخذ يدها بالحلال. يقولون في العقد زوجناك على كتاب الله وشنو وسنة رسوله. وينبغي أن تكون الحياة الزوجية في كل مفرداتها على كتاب الله وعلى سنة من؟ وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما التدخل. الأمر الثاني في التدخل المشكلة الكبيرة بين زوجة الولد وأم الولد. المرأة مع نسابتها، وإذا كان للزوج أخوات في سنها لا تقبلهن ولا يقبلنها. واسمحوا لي هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد إضاءة لأنه مشكلة حقيقية. دائما شوف يا إخواننا، الأم ترى أنها أحق بالولد. لماذا؟ لأنها ربته وأنجبته ووضعته وحملته وتعبت فيه، فرأت أنها لما جاءت تفرح بولدها وتتمتع برفده وعطائه جاءت هذه الحسناء من غير الأسرة فأخذته. الزوجة ترى أنها أحق بالرجل والأم ترى أنها أحق. وفي تقديركم من أحق بالرجل؟ مرته ولا أمه؟ الأم أولا، ما في كلام. الأم أولا. وهنا أنا ممكن أقبل إنه فلان ده لابسه خاتم فعلا، إذا كان بيسمع كلام أو يسمع كلام أمه، هنا ده لابسه خاتم وهذه مذمة. الأم لا تعوض. أمك دي ما تخط محل حاجة، دي قاعدة. أمك أولا، لكن لا تسمح لأمك أن تكون ظالمة. كيف؟ أحيانا الأم تتحامل وتحمل الكلام ما لا يحتمل وتحمل التصرف ما لا يحتمل فتوغر صدر ولدها على زوجه. ولأول مرة أرى أما تشقي ولدها. إن الولد بذلك سوف يدخل في دوامة من المحن بين أمه وبين زوجه، صاحبة خصوصياته وصاحبة عورته. كن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإذا كان له ذرية سوف يعاني معاناة شديدة. وبذلك دفعت الأم ولدها للشقاء. والذي أعرفه أن الأم العاقلة حتى ولو حصل ما يسيئها من امرأة ولدها لا تخبر الولد حفاظا على حياته الزوجية وحرصا عليه. هذه القضية معلش يا اخوان اسمحوا لي أديها إضاءات، لأنه أقول لكم حاجة بدون مبالغة على حسب ما ورد إلي من المشاكل. إذا صنفتها 90% من المشاكل، 90% من المشاكل الأسرية سببها العلاقة بين الزوجة وأم الزوج. قالت لنا ما جات عزتنا، جات متأخرة. اليوم ديك ما جيت في البيت ما احترمتني. ده إذا ما قاعدة معك أمك كويس، ما احترمت أخواتك، مشنو ما عارف. أمك طعنت لي بالكلام، أمك سوت لي. يا أخي تشوف يا أخوانا الكلام ده حاصل ولا أنا موهوم؟ حاصل ولا ما حاصل؟ مشكلة كبيرة جدا حقيقة أيها الأحبة. وأحس حقيقة أن هذه قضية أساسية. الأذان فضل أذن. كأن في شيء، هل هو شيء فطري؟ أنا في تقديري أنه ليس شيء فطري، أو لو أن فيه شيء فطري الجانب الفطري بسيط، فيه أشياء من المبالغة. طيب لنحدد فيما الصراع. الصراع في شنو؟ في الثروة والسلطة. جد يعني الدنيا دي كلها في الثروة والسلطة. كيف في الثروة والسلطة؟ النظرة كلها
دية حتاخد، وبدل ما يدينا حيديها. ومرات يقولوا ليك بدي مرته وأهل مرته، يعني جرته بقى ادي مرته وأهل مرته اللي هو نسابته الراجل، وما بدينا نحن. دي الأم تقول لك كده، وما بدي أخواته، كله في يدي ويدي، يعني قروش، يعني في النهاية قروش. طيب نعمل بروتوكول لتقسيم الثروة والسلطة، نسميه شنو كده؟ نسميه بروتوكول المقرن. كويس يا أخي. يا أخوانا أنا في تقديري كده، بمعنى شنو؟ بمعنى يا أخي كله في دنيا، وهذا ليس من فعل أهل الآخرة، وهذا الذي يهمني كثيرا. أقول أن الصراع هذا صراع مادي. طيب كيف يحل؟ اسمع الحلول، لا بد أتكلم فيه كلام واضح. الحل الأول لا بد أن يكون الرجل صارما وواضحا، وأن لا يخلط بين أسرته وواجبه تجاه أمه وأرحامه وبين زوجه وبين أصهاره، هو نسابته يسمون نسابه، لا يخلط. وعليه أن لا يسمح بتدخل، وأن يعلم المرأة منذ الليلة الأولى ماذا تعني أمه بالنسبة له. ده واجب الرجل، يكون حازم. الأم تطاع. اسمع هذا الكلام أخي الكريم، الأم تطاع، لكن أيضا الأم ليست إلها وليست معصومة، وللأم أهواء ويمكن أن تتهم. فعلى الرجل أيضا أن لا يقول أطيع أمي في كل شيء، عليه أن يكون حازما وأن يضع الأمور في نصابها. ده بالنسبة للحل الأول. ده الحل الأول. الحل الثاني على الأم أن تعلم أن ولدها مصدر سعادته أن لا يشقى مع زوجه، وعليها أن تسعى وأن تتقي الله في هذا. وأنا أذكر الأمهات بشيء، أقول يا أيتها الأم، أترضي أن يفعل هذا مع بناتك المتزوجات؟ لو أن أزواج بناتك اللائي تزوجن تعرضن لإهانة وإلى إغار صدر تجاه بناتك أترضين؟ ولذلك أطالب كل أم أن تعامل زوجة ولدها كابنتها. اعتبرها بنتك، احترميها، وحبي لها ما تحبين لنفسك لبناتك. والحل الثالث الزوجة، على المرأة الزوجة أن تكون عاقلة، وأن تعلم أن زوجها لن ينفك عن أهله، بل عليها أن لا تحترم زوجا لا يحترم أمه، بل عليها أن تنزل الأم في منزلة أمها، بل عليها أن تحث زوجها على رعاية أمه، وإذا أحست بتقصير عليها أن تنصح زوجها بتقصيره تجاه أمه، لأن هذا يظهر في ذريتها وأولادها. طيب حتى لا أطيل، يوجد شيء مكتوب طبعا في هذه النقطة، أن الأصل حل المشاكل بين الزوجين فقط، لا أم الزوجة تتدخل، ولا أبو الزوجة، ولا أبو الزوج، ولا أم الزوجة. يحل المشاكل. موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب موقف عجيب في السيرة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، بيت فاطمة، فلم يجد عليا في وقت متأخر من الليل، فقال أين ابن عمك؟ قالت لا حان، يعني شكلنا. وهذا يقع حتى في بيت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة طبيعية. لكنه خرج، يا سلام، مؤدب،
ما انت لما مشاكل مع المرأة ما تطلع، اطلع انت. ده حل بالمناسبة، اطلع انت. لكن لو تقول لها امشي بيت ابوك، هناك بدوها كلام ثقيل، يقول له ذاته رافع نخرته، هو قايل نفسه شنو؟ اخر راجل في الدنيا. هو ذاته كان زي الرجال الثاني، كان يسوي شنو؟ لم اكلك ولا مسوي لك ولا ملبسك زي ما الرجال ملبسين النسوان، يملوها لك جد. وهنا الناس يجوا يقول لي يا اخي الله ذات ما كتر لي النسوان، والله راقدات في الشارع زي البطيخ، امشي ازول على الرستيك طوالي. يا اخي قال لك ما تطلعها، ولا تخرجوهن من بيوتهن. يا اخي بعد ما تطلقها قال ما تطلعها، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يا اخي قال لك المرأة طلقتها، هي لا تمش، لا هي تمش من تلقى نفسها، ولا تقول لا امشي بيت ابوك. تجنب العده الا ان تكون طلقه بائنه بينونه كبرى، اي طلقه ثالثه. فخرج النبي الى المسجد فوجد عليا يرقد في المسجد على جنبه، فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وازاح بيده الكريمه التراب عن علي. يا سلام، ده حريص على حياه بنته، حريص على الاسره. وقال قم يا ابا تراب، فكناه، وكان يكنيه بأبي الحسن، فكناه بأبي تراب، فكان يقول والله لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي السودان عندنا هذه المواقف الرجولية، أنا شاهدت برضو الحمد لله، دي مواقف إيجابية. شاهدت البيب تجي زعلانة من راجلها، يقول لا مالك طلقي، يقول لا أقول لا ارجعي، يطردها ما بدخلها، أبوها الوليدة مدخلها، حرصا عليها. وده أدب في السودان راسي جدا كان بالمناسبة، ما بيسمع عليها. والآباء العاقلين رأيتم لو أن زوجها أخطأ فيها لا يحسسها بأن زوجها أخطأ فيها ولا أنه سوف يقف معها، رجالة بس يقول لا انت ليه ما عملت كده، انت غلطانة. لكن بعالج الموضوع بطريقة أخرى، بلاقي الراجل براو يقول جاتني وكده وكان ده غلط منك، لكن أنا ما قلت ليها وكده وأمسك عليك زوجك وكده. ماذا بين الزوجة وأهل زوجها تكلمنا عنه. طيب إشكالات معاصرة، معلش يا أخواننا هنا في إحصاءات، أنا ما أعرف في إحصاءات ولا ما في، أنا ما شايف حاجة. في إحصاءات، عملت إحصاء بين المزوجين، سألت مزوجات بدون أسماء أسئلة، وسألت عملت السبيان يعني، وسألت متزوجات عن العلاقة الزوجية. مثلا هل الرجل يقدم للمرأة هدية، بتديها هدية؟ هل الرجل بيديها كلام جميل؟ هذا الإحصاءات دي أنا حتجاوزها عشان الزمن بتاع الصلاة. طيب حتكلم عن إشكالات معاصرة، في أشياء حقيقية معاصرة. الإشكالات دي إشكالات عامة، لكن أود أن لمزيد من الإحاطة بالموضوع الإبهاج في حياة الأزواج، إشكالات معاصرة. أولا جفاف المشاعر، قد تكلمنا عنه، التعبير عن مكنونات النفس. ثالثا الحب، أو ثانيا اختلال مفهوم الزواج عند الأجيال. يا إخواننا أنا الآن أشعر أن الأجيال زاهدة في الزواج، أو أنها تفهم الزواج. أسمعوا الكلام ده كويس يا إخواننا، كثير من الأجيال المعاصرة تتصور الزواج علاقة جسدية، وهذا اختزال لمفهوم الزواج. والزواج في الإسلام متعة ومسؤولية. أشعر أن الشباب الآن الزواج عنده علاقة جسدية بس، ولذلك يحرص على الشكل ولا يحرص على الجوهر، يحرص على الصورة ولا يحرص على المضمون. جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوس ينفعه، قنديل على قبر مجوس ينفعه لا ينفعه. طيب فاظفر بذات الدين تربت يداك، ده مفهوم الزواج في الإسلام. ثالثا الحب بين التفرغ والانشغال. كون الرجل انشغل عن المرأة لا يعني أنه لا يحبها. وأنا ينبغي يعني أود أن أسلط الضوء على الحب.
إخواننا من الإشكالات الكبيرة جدا المحاصرة المسلسلات والحب والكلام الثقيل ده. دائما حكمة الله العلاقات التي تبدأ بالحب والغرام في الجامعات بين الشباب 90% لا ينتهي منها بزواج. تخيل حدها الكفتيريا والنجيلة ما بتمشي شبر لقدام. 90% بيمشي يتزوج في الحلة بعدين شربت الناس في النجيلة يديها كلام تقيل أنا بحبك وأنا شنو ويمشي يتزوج من الحلة هناك. تختار له أمه وتختار له أخته بيت ما بتمشي الحفلات. 10% اللي بيتزوجوا ديل 90% منهم بيفشلوا. هذا شنو يا أخي؟ أنا بعرف ناس يقول لك قال بيحبوا بعض مما هم شفاع صغار. قال الجامعة ذاتها هي دخلت جامعة بيحبها وهي دخل الجامعة جوا جامعة أبوه يتزوجوا بعد الطلقوا لا مرة ولا اثنين 3 طلقات تاني ما بترجع لنهاية ذاته. بالحب التقيل ده كله ده وهم. الحب الحقيقي وجعل بينكم مودة ورحمة. انت لما تدخل بالمرة دي كأنك تعرفها منذ سنين طويلة بما أودع الله في الزواج من سر وحكم وأسرار بالغة. طيب مفاهيم خاصة. المفاهيم الخاصة دي عبارة عن معالجات للحياة الزوجية. المفهوم الأول الهدية والعطية أو العطية والهدية. يا إخواننا فرق في الحياة الزوجية مما يكسر الروتين ومما يجعل الحياة دائما متجددة لا أن تعطيها إنما أن تهديها. الفرق شنو؟ أوريك الفرق. المرأة كان قالت لك دايرة أشتري توب، دايرة أشتري اسكيرت وبلوزة، دايرة أشتري أي حاجة بكم 200,000 هاك أمشي اشتري. دي اسمها عطية أعطيتها. لكن بيجيب الحب الهدية. ما قال تعاطوا تحابوا، قال شنو؟ تهادوا تحابوا. لو قمت جبت اسكيت اشتريته انت بزوجك وجبت ليها بتقيمه أجل من أي حاجة. إذا جبت ليها هدية بسيطة ساعة يد كويس أي حاجة المهم يا أخي إن شاء الله قلم بك ما عندك حق قلم بك لكن كفتصه كويس كده واعمل له بتاع الهدايا ده وقول لا يا أخي دي هدية مني لك والله تقيمها أكثر من 1,000,000 تديها لها. يعني المرأة تديها 1,000,000 تشتري بها حاجة زي رقبتها أجل منها عندها هدية بسيطة جدا جدا لكن تقدم في قالب من الحب والود واستشعار معاني هذه العلاقة المقدسة. ده الأمر الأول، المفهوم الأول. المفهوم الثاني المداعبة واللمس بغير شهوة. ليس بالضروري أن تكون حياة الأزواج عبارة عن ملامسة للشهوة فقط، لا، ملامسة للمزاح، ملامسة للضحك، ملامسة للتنبيه، يا أخي ملامسة لتساقط السيئات. فإذا وضع يده في كفها تحاتت وتساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما أو تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. إذن المداعبة واللمس بغير شهوة. ثالثا تجديد الحياة وكسر الروتين. وأقصد بتجديد الحياة كيف تجدد الحياة؟ تجدد الحياة بتغيير نمط البيت كويس، بالمناداة بألطف الأسماء، بالخروج أحيانا خارج البيت. يا أخي سوق المرأة وسوق الشفع سوق براها واطلع يتفسحوا كويس، فسحها كويس، أخرج معها في رحلة. يا أخي لا يمكن أن تكون، أنا لا أتصور أن الإسلام يمنع الناس من هذه المسائل، بل يحث ويحض عليها وعلى حسب حاجة الناس إليها، قد تجب وقد تستحب، يعني قد تكون واجبا وقد تكون مستحبا. يا إخواننا هذه المسائل مهمة جدا وهي بسيطة جدا في تعاطيها،
وعظيمة في مضمونها وآثارها. كويس؟ يعني دائما تخرج من جو البيت. كويس؟ إعطاء الهدية، تجديد الحياة. يا أخي تغيير نمط البيت، ما تجيب حاجة جديدة. كويس؟ في نسوان بيغيروا الطقم بتاع البيت والفرش وشنو، ما عارف كله 6 شهور وهم ساكن. وهم يا أخي 6 شهور، الناس جعانين 6 شهور كل مرة تمشي الأساسات وشنو وشنو. حاجة بسيطة بشير فيه. كويس؟ مرة تجعل شمعة، مرة تجعل، المهم أشياء تحاول أن تكسر هذا الروتين. أنا لو تكلمت أكثر من كده بيقولوا زول ده الليلة بقى رومانسي ذاته كثير. لو قلت لكم جيبوا ورود حمراء وحاجات زي دي تقولوا هوي الشيء ده شنو الليلة. كويس؟ يا أخي الشيء ده لا له ورود حمراء ولا ورود خضراء، الشيء ده بس كده. يعني الكلام الطيب لو غيرت أوضع الكراسي جوا البيت، كويس؟ بخرت، جابت شيء كده شمع ألوان هادئة، جابت أشياء وتقول الشيء ده عشانك أنت، تجعله يحس أن البيت جنة، لا يريد أن يخرج من البيت. رابعا الاستماع الجيد. أعني به أكثر شيء يحفز المرأة أن يستمع إليها الرجل. يا أخي مرات بينه وبينكم يعني النسوان بيقول كلام فارغ لكن أنت أسمعه بينه وبينكم. والله مرات بيقول كلامنا في السماء الوطن ما عارف يجيبه يا قول لي آي خير إن شاء الله كويس أسمع لا يا أخي بعد ذاك على الله تعالى السمع. لكن من الأول تفهمه تقول له صمي خشمك ده ولا كده ده شو استماع جيد ومناسبة. أنا والله بستغرب يقول لك قال الرسول قال شاوروهن وخالفوهن، قال ده رواهم ندى قال شاوروه وخالفوه. الرسول ما قال كلام ده. الرسول عليه الصلاة والسلام سيرته الفعلية النبوية بيشاور أم سلمة في كبريات قضايا الأمة الحاسمة ويأخذ برأيها. يقول شاوروهن وخالفوهن، ده كلام سوداني ما في السنة ما في. ولذلك أقول حقيقة في هذه الجزئية الاستماع الجيد يشعرها بكينونتها. خامسا تحديد الأهداف. وده للأسف الشديد معلش أنا كنت مرتبه في الأول لكن خدت لي في النهاية بتاعنا الخامس لكن ده الأول. تحديد الأهداف. لماذا تتزوج؟ لماذا تزوجت؟ أريد سعادة. ولماذا اخترتها؟ لأنها تسعدني. وماذا تريدان؟ نريد بناء أسرة مستقرة ترفرف في جنباتها أعلام الهناء والمحبة والوئام والتفاهم والانسجام والحب المتبادل والاحترام الذي يملأ جنبات البيت، ومن ثم خروج أجيال صالحة وذرية طيبة تقود الأمة وتفتح القدس وتجدد العهد وتنصر الدين. إن لم تكن هذه الأهداف فاعلم بأنك منذ أن اختلت أهدافك الأساسية لن تسعد في حياتك الزوجية أبدا. ومن كانت هذه بل لم تكن هذه أهدافه وقد تزوج عليه أن يجعل هذه أهدافا أساسية، وسوف يرى هذا أثر هذا عليه لأنهما قد اتفقا في الهدف. هو يريد الجنة وهي تريد الجنة ويريدان الزواج مطية للفردوس الأعلى. وإذا اتفق هو يريد الجنة وهي تريد الجنة اعلم أنهما لن يختلفا، ولو اختلفا توصلا إلى نتيجة. أخيرا وكان هذا أيضا ينبغي أن يكون من النقاط الأساسية الأولى: الدين أساس السعادة. لا تتصور أن حياة زوجية يمكن أن تكون على غير الدين. زوجات يشكون ترك الرجال للجمع والجماعات وطاعة المخدرات والتساهل في الصلوات والتكاسل فيها، وهي نشيطة وعابدة وتذهب إلى الدروس وزوجها يمنعها. وأزواج يشكون عدم التوافق والانسجام الروحي والفكري والقيمي بينه وبين زوجته. هو في وادي وهي في وادي، هو يريد الآخرة وهي تريد أن تقعده وتثبطه. لن يجتمعا، ومصير هذه الحياة الزوجية إلى الانفصال والفراق. رسالة أخيرة أيها الإخوة،
على الزوجين أن يثقا في نفسيهما، وأن يعلما أنهما قادران على تجديد حياتهما وصناعة الاستقرار، وأن يقصدا نفع الأمة وإضافة رصيد من الأجيال الصالحة، وأن يتقي كل منهما ربه في الآخر، وأن نحاول إنزال هذه المفاهيم على أرض الواقع. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، والتي كانت تحت عنوان الإبهاج في حياة الأزواج، والتي كانت تحت إشراف منظمة نسوية قديرة أعتز بها جدا، منظمة قناديل النسوية الخيرية، المنظمة التي نشأت قبل سنين عددا، ولكن جعلت من الأسرة وتصحيح المفاهيم والعمل الدعوي العلمي والتربية داخل في إطار النساء هذا مجالا. هذه طباعة من منظمة قناديل للمحاضرة، نفس الكلام الذي قيل مطبوع مكتوب حتى يستفاد منه، لكن لأن المنظمة تحتاج إلى دعم لا نريد أن نقسم هذه مجانا، دعما لأنشطة المنظمة في كفالة الأيتام، في الدورات التأهيلية للنساء، في حلقات التحفيظ والعلم، في العمل في المناطق الطرفية في أوساط النساء، وهذا نفقده. أريد أن يشترى هذا بأغلى ما تملك، أي حاجة عندك جيبه ما في إشكال، لكن الحد الأدنى كم الحد الأدنى كم؟ 5000. الحد الأدنى 5000، لكن إذا دفعت 50 ادفعها علك أو تسهم في إضافة لهذه المنظمة الطيبة المباركة، منظمة قناديل النسوية، في تعريف المنظمة وبعنوانه لمن أراد أيضا أن يتبرع ويتعامل مع المنظمة. سوف أحاول أن أجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. طيب، في أشياء علقت، يعني في تعليقات على المحاضرة أنا أقرأ على الناس يعني، لكن بعد الصلاة. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى يتقبل من الجميع، من كل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة ووقف بجهده معها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد عودة المحاضرة وصلاة هذه الليلة المباركة، جزا الله خير الشيخ على ما قدم وقد أجاز وأفاد. وعن الأسئلة كثيرة لكن والبعض متكرر، والبعض ربما ليس له على موضوع مواضيع أخرى، وبعضها فتاوى عن مرسلة شخصية للشيخ، لكن نجيب على ما يسر الله عز وجل هذا الزمن المحدود. عندنا كثير من الأسئلة مكررة، يعني من أكثر الأسئلة يقول بعض الشباب يا فضيلة الشيخ، أنا كثير من الشباب أو كثير من الحضور غير متزوج، يقول حتى نعيش هذه الحياة ونعيش هذه الأمور التي ذكرتها ونجنب هذه الإشكالات من البداية، كيف يكون الاختيار وبالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة في بداية الحياة الزوجية حتى يكون من الأساس؟ بدأ من الأسئلة عشان الزمن ذاته. بعضهم نحن كثير جدا شيخ. نعم كثير جدا. على أول الاختيار، أول أسئلة متكررة عن الاختيار، أكثر الأسئلة لا تقدر. بس أنا سؤال بس أجاوب عليه، جو الاختيار مو بالاختيار. أنت بدي الأسئلة عشان أنا أقرأ بسرعة والناس يكونوا متابعين معي. شوف لي الأسئلة المؤلفة. طيب جاوب عن الاختيار. طيب، السؤال عن الاختيار. حقيقة قد يعاني كثير من الشباب في أن يختار اختيارا صحيحا، وهذا من حقه أن يبحث، ولكن أيضا بعض الشباب قد يوسوس في موضوع الاختيار، يقول دي ما نافعة ودي ما طويلة ودي قصيرة ودي ما عارف شنو، كل مرة ينوف ويظل يبحث عن خيارات قد تكون مثالية جدا. لكن أنا أقول لمعظم الشباب، وهذا حديثنا
وربما كثير من الكبار في السن الذين معنا من المتزوجين، إذا اخترت على أساس الدين هذا الشيء الأساسي. ثم الجمال ليس بالضروري أن يكون جمالا فائقا، إنما الجمال المقبول الذي يجعلك لا تنظر إلى غيرها. واسمحوا لي هنا أن أقول كلام. المرأة واعتنائها بنفسها وبزينتها وتجديدها لملابسها ولطلعتها البهية على زوجها تمنعه من الفساد وتمنعه من الانحراف. لكن بعض النساء قد تجد حقيقة هذا الكلام أقوله، بعض النساء عندهن إهمال. الواحدة تجدها يعني لا تبالي بأي ثياب تستقبل زوجها، حتى إذا علمت هي مثلا في المطبخ إذا علمت دنو قرب عودة زوجها عليها أن تتهيأ وأن تتجمل وأن تلبس الثياب القصيرة. بالنسبة لبس الثياب القصيرة للزوج له فائدتان. الفائدة الأولى لا يشعر المرأة أمام المتبرجات في الطريق أنها محرومة. هي برضو قاعد تلبس، لكن تلبسه في المحل الصحيح ودي تلبسه في المحل الغلط. ده قال لبعولتهن، ودي اللي لابساتنه في الشارع كأنه كل الشارع بعولتهن، سواق الركشة وكمسار الحافلة كلهم بعولتهن. إذا سمح اللبس ده كويس، لكن بيلبسوه للراجل في البيت، فإذا لبسته في البيت أشبعت غريزا. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير شنو، المرأة ميالة إلى أن تظهر. عشان كده المحجبة لو طلعت الشارع لقت واحدة لابسة قصير ما بتحس إنها هي ناقصة، لأنه بتلبسه. إذن تشبع رغباتها. ثانيا تشبع رغبة زوجها وتعفه. فلذلك الجمال مطلوب في الاختيار والدين مطلوب في الاختيار. وبالمناسبة حديث الآباء والأمهات عن اختيار الأسر الكريمة هذا أيضا مطلوب. وإنت بتحس أيها الشاب المتزوج بأنك فعلا محتاج تناسب رجال لما تقول مشكلة مع مرتك وتلقى إنه أهل مرتك ذاته ما فيه الرأي بيتفهم معه وكلهم تلقى كلامه ميت ما بيحلوا مشكلة. انت بتقول أريتني لو أنا اتزوجت. في فعلا هنا في السودان مقولة وأنا أرى أن فيها شيء من الحق، يقول لك ناسب شنو؟ ناسب رجال. ده صحيح يا أخواننا بجد يعني، لأنه في النهاية أنت بتحتاج لهم وأنت إضافة حقيقية لهم وهم إضافة حقيقية لك. نعم. أسئلة كثيرة وردت عن تعدد الزوجات. أسئلة كثيرة وردت عن تعدد الزوجات. يا إخواننا أقول لكم حاجة، طبعا تعدد الزوجات ده أكبر مشكلة، لأنه دائما المرأة التي يتزوج فيها توطن نفسها، اسمحوا لي على الكلمة دي بين قوسين، غلغلة الراجل. تقول لي بعد ده أنا بوريك منجمك مش عرس فيني. زمان كان بيقول ما دايرة وتفوت له، والله ما أخذ لي حاجة تقول أي حاجة يجيب لي. يا ناس انتوا عارفين أقول لكم كلام واضح وصريح، ما يقال في تعدد الزوجات يقال في بروتوكولات النسابة الثروة والسلطة الجبال. ليه أهل الراجل بيشتغلوا مع مرة الراجل؟ ليه؟ نفس الشغل الدنيا. أنا داري أعرف المرأة تتضجر في أن يتزوج فيها. الصراع حول شنو؟ حول الدين. صراع في الدين، دينه حيقل. تقول زوجي ده كان عرس فيني، التزامه حيقل وبيبدأ بعد ده يعايد النسوان كثير. صحيح في الدين كله في الدنيا حيجيبوا لنا أولاد يشاركونا، حترث معاي، حتاخذوا مني. ده كلام خطأ. بالمناسبة هذا كلام خطأ. أنا يقيني الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، قال في حاجات وردت في القرآن، قال أي حاجة وردت في القرآن لا يمكن أن تكون معيبة. قال التعدد ورد في الكتاب الكريم مش في السنة، التعدد ورد في الكتاب. ده معناها أي زول بيسعى لأنه يجيب في التعدد أخطاء يعقب على رب العالمين، والله يحكم لا معقب لحكمه. أي زول
داير يجيب انه التعدد ده فيه اخطاء. في ناس بيحبوا يوقعوا التعدد ده في الوطن. اوريك كيف؟ بترصد اخطاء المعددين. فلان معرس مرته بعد ما عرس فيها اهمل الكبيره، رماها وصغارة، بقى ما جايب خبره. الله قال لي كده غلطان فلان هاي، لكن الله ما غلطان. كتاب الله ما غلطان، كتاب الله ما اخطا، كتاب الله منزع عن الخطا. فلان بعد ما عرس بقى مع الصغيره، فلان ما بيعدل، فلان بيسوي. طيب ما في ناس ما معددين بيسووا مع نسوانهم اكعب من ده، ما افتباروا اخطاء ليه؟ لمرض ما دايرينه بجوا، ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله. ما دايرينه. النسوان يقول لك الغيره. السيده عائشه غارت، السيده عائشه غارت، مشت عندنا سبوه قالت طلقني. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. تقول لك السيدة عائشة ما غارت. أي السيدة عائشة غارت، انت غيري زي غيرت السيدة عائشة. كسر لك صحن صحنين ما في مشكلة. غيرت السيدة عائشة كسر لك صحن صحنين. لكن غيرة تمشي بيت أبوها وتعمل مشاكل وأبوها يجيف معاه عشان عدلت فيه ولا تطلقني وتمنع نفسها. ده دين؟ ده دين؟ كثير من النساء الوحدة إذا زوجها تزوج فيها تمنعه نفسها، تقول خلاص ثاني لا بينه وبينك. عائشة عملت كده رضي الله عنها. عائشة غارت هاي، أمكم غارت كده. دي غيرة دي غيرة ولا غارة دي؟ ها؟ دي غيرة ولا غارة دي؟ ده شو ده؟ يقول لك غيرة قال. وبعدين شو بكلمك؟ أي حاجة وردت في القرآن أنت كما فهمتها تقول صح، بس قول أي صح. والله الله لا ما بجيب حاجة، ما بقول حاجة لغير حكمة. يا أخي أحيانا والله الحكم العجيبة يا إخواننا، أحيانا التعدد من حكمه البالغة يجعل الرجل يعتني بالمرأة الأولى. إيه رأيك؟ ويهتم بها ويغير من نهجه معها. ليه؟ لأنه يحس في دواخله كأنه آلمها، فسوف يتعامل معها بعد ذلك برقي وبشفافية وبأدب جم. وأنا أذكر كل معدد. أنا طبعا ما تكلمت عن التعدد في الأول إلا جاء في السؤال، لأنه الناس شايفون ده ما شايف ليه كده زول فيهم كده بيكون معدد يعني. الله أعلم غيرته ما شايف. ولو ممكن يكون فد نفر، ما ممكن شاف فد نفر نحن نحرف المحاضرة. لكن وأنا ممكن أقول لكم حاجة، الناس دي كله ده تعدد لكن ما قادر. بعدين ربنا قال إن خفتم منه الله ما النسوان. الناس دي كله خايفين النسوان، ما خايفين الله. ربنا قال إن خفتم ألا تعدلوا تخاف الله، مش تخاف النسوان. تخاف الله إنك ما تعدل، لكن مش تخاف من مرتك. دايرين يعددوا وما قادرين. لكن أنا أذكر المعددين خاصة النساء، أقول الزوجة التي تزوجوها فيك مسلمة يعطيها حقوق الإسلام فقط، بس اعتبريها مسلمة، اعطيها حقوق الإسلام. واعلمي أن الظلم لا يجوز للكافر، الكافر لا يجوز ظلمه. هذه أختك في الدين وأختك في الملة، لماذا لا تعامليها معاملة الملة وعلى قواعد الملة وتعليمات الشرع؟ يا أخي أنت عارف المرأة ضرتها بسموها ضرة، شوف ضرة يعني شكل حرب، الشكل حرب. المرأة وضرتها لو ما في دين يحصل من الإنقاص والاحتقار والتنقيص والازدراء أشياء كثير. أعطيكم مثال. لما تكلم الناس في عائشة رضي الله عنها، تكلمت حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش أكثر امرأة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسامي عائشة. تسامي أول حاجة صغيرة في سنها زي عائشة وفي الجمال مثلها وقريبة منها ومؤصلة بالتعمة طوالي، بالتعمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما في حاجة
بتحس إنه لو في واحدة بتنافسك يا رسول الله حقيقة ممكن تكون زينب. فبيناتهم الحساسية دي. حمنا انتصارا لأختها تكلمت مع المتكلمين في عرض عائشة، والكلام ما عنده أساس، وهم، ظن ساكت. صفوان بن المعطل ساق عائشة بالليل جابها. الناس في المدينة قالوا لم يفعل هذا إلا يكون أصاب منها، ده استنتاج. فعلا في موقف جاء ساق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، ساقوا فعلا لكن بأدب. وقف الناقة بعيد، الناس ما شافت الكلام ده كله، وزحف ودنقل راسه وركبها وماشي قدامها، لا عين له ولا التفت. ولما لقاها براء في الخلاء قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان بين خيارين، إما أن يترك أم المؤمنين في خلاء كفار ومشركين ومجرمين وسباع، وإما أن يأخذها وينقلها إلى المدينة، وكان محسنا رضي الله عنه. صفوان بن المعطل السلمي. حمنا بنت على الموقف ده زي المنافقين، تكلمت في من المنافقين رضي الله عنها، لكن تكلمت مع المتكلمين، وتكلم حسان رضي الله عنه، وتكلم مصطح، وتكلم منافقين. أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، لأنه ده إلا ب4 شهور، 4 شهور. زينب ما تكلمت. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل زينب عن عائشة رضي الله عنها، جاء يسألها، خلاص لقت فيها فرصة، لو قالت أي كلام ممكن يأخذ بكلامه. قال لها ماذا تعرفين عن عائشة؟ قالت له أحمي سمعي وأحمي بصري، ما علمت عنها إلا خيرا. متزوج فيها وضرات اللي تنسوا، أخوتها وقفت معاها وطعنت. ده كله من أجل إنقاص عائشة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت لها أم رمان أنه ما من امرأة لها حظ عند زوجها إلا وحسدت ونفس الناس عليها. يا سلام. قالت ما علمت عنها إلا خيرا، غير أنها تنام على عجين أهلها فيأكله الداجن بس، لكن ما فيها على خير. وإنما هي زوجك يا رسول الله، ما تسمع فيه ما تسمع فيها. يا أخي دين قدر ده. وخوتا ما برا اتكلمت، هي أبت تتكلم. قالت عائشة وأما حمنا فقد كانت لموقع زينب مني، تكلمت مع من تكلم وخاضت مع من خاض. وأما زينب فقد منعها دينها. النساء عندهم دين وتقول مشاكل أصلا. منعها دينها من أن تتكلم فيه. الله بيسأله يوم أي كلمة، الله بيسألك يوم القيامة يقول الكلام ده كده ولا ما جد. ولذلك فعلا هذا من الإشكالات. طيب سائل يقول أو سائلة المحاضرة القيمة لتذكيرا لنا جميعا أن كل تفريط من الزوجين كله يرجع إلى ضعف الإيمان، ونستعيذ بالله من هذه الصفة، وكل يرجع إلى عدم التفقه في الدين وترك القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم ربي. في الفقرة التي ذكرتها أن الزوجة كل همها عندما تتصل بالموبايل أنها تطلب يجيب ويجيب ويجيب لنا ويجيب لنا، والله لأنه هو ذاته ما همه إلا بطنه. دي مرة الظاهر عليه غضبان غضب شديد، بين قوسين قالت إلا من رحم الله، كتر خيرك. ومع هديتنا برسالة مرفقة رسلت لي الرسالة دي، جزاه الله خير عن الحياة الزوجية. طيب نعم تفضل. طيب هناك تنبيهين. التنبيه الأول في الضايع إبراهيم عبد الله هم اسمها لقنة في بوابة النووية مع سفارة. طيب الشيء الثاني هناك محاضرة لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج عن كيف نستقبل رمضان مسلم على الوراء. أنا غير مرسل رسالة ما أحد اليوم، لكن أظن يوم أول رمضان يوم 1 رمضان. طيب سائلة كريمة تقول فضيلة الشيخ كأنك تحمل المرأة أو الزوجة الجزء الأكبر من المسؤولية في المشكلات الأسرية، بينما نحن النساء الضعاف الذين أوصى بهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودائما نكون نحن المظلومات فيما عدا حالات استثنائية. صحيح أنا تكلمت عن أزواج بتتعاطوا مخدرات وما بيمشوا الصلوات، تكلمت عن أزواج بهينوا النسوان وقلت اعتبرها أختك في الله، صح ولا ما صح؟ قلت ولا ما قلت؟
يا إخواننا أنا ما داير الناس يجوا المحاضرة يقولوا تقل على ياتو. في واحد بيكون عنده مشكلة مع مرته مجننة يقول لك النسوان كلهم هم سبب المشاكل، وفي واحدة في راجلة مغلغلة فد راجل مغلغلة تقول لك الرجال كلهم مالون. لكن في النهاية أنا قلت استوصوا بالنساء خيرا، وقلت الراجل كان قال للمرأة أنا ده يوم العقد قال لهم بنبذها لكم وبنجمها لكم نجام شديد ما بدوا، صح ولا ما صح يا إخواننا؟ وقلت أنا أحمل الرجل مسؤولية عديد لقول تعالى وبعولتهن أحق بردهن لأنه أعطاه حق الطلاق، معناها الرجل أحرص على الحياة الزوجية. المهم ليس على طرف من الأطراف أن يقصر. نعم. طيب بعض الإخوة لديهم صداقات نسائية عديدة بحجة الإصلاح. أي إصلاح؟ الإصلاح والتجديد. ده إصلاح شنو؟ قال بحجة الإصلاح قال، ويدعون أنها صداقات بريئة. صداقات بريئة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تقول لي بريئة بريئة كيف؟ ما في صداقات بريئة. شفت الرجل والمرأة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. تقول لي بريئة؟ البراءة براءة أنت ولا براءة الشرع؟ يا أخي إذا كان عمر بن عبد العزيز يقول لا يخلو رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران، تقول لي بريئة؟ ما في بريئة. أبعد من مرة واحدة. أنت يا أخي قال لك أصلح منه؟ أنت أزول مسؤول من الأمة؟ تبقى تعمل صداقات تقول ده نصلح؟ ما في طرز ده. أي حاجة عندها دار تصليحها يكون معاها أهلها بدون خلوة بدون هناك. لا تصليحها الرسائل شنو والموبايلات اللي بيناتكم شنو؟ ده إصلاح ده يصلح شنو؟ طيب من اتصالات هاتفية شفت ما قلت لك والله ما قريتها، ورسائل بالموبايل ولقاءات في أماكن عامة ما قلت لكم أنا ده يصلح شنو؟ قال لدي زوجة مصلية وصائمة ولكن غير محجبة، أمرتها أكثر من مرة وهي مهذبة تقول ادعوا لي أن يهديني ربي إن شاء الله ولكن لا تفعل، فماذا أفعل وما حكم الشرع فيها؟ حكم الشرع فيها أن تصبر عليها، وأذكرك بقول الله جل جلاله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وللهداية وقت وللكتاب أجل، وأنصحك بأن تسعى في أسباب الهداية. أنت الهداية تقدر عليها، إنك لا تهدي من أحببت، ما بتهديها، اسعى لها فيما تقدر عليه من أسباب الهداية. وكيف ذلك؟ خذها معك إلى المحاضرات، عرفها بالمحجبات، ليس بالضروري أن يكون كلاما منك، كلام بشريط عن الحجاب يؤثر فيها، لأنه كلام الشيخ حيختلف عن كلامك أنت أدلة ما عندك في راسك. لا تقول لا شنو يتحجبي رجالة كده الحجاب ده، جيب الناس اللي عندهم أدلة في شرايط خليها تسمع زي الشيخ بيتكلم معها. قلت لا الكتب اللي بيتكلم عن الحجاب وهكذا طالما عندها هذه الشروط والصفات طيبة. نعم. أحيانا يكون الظلم من أهل الزوج للزوجة، هل تحكي الزوجة هذا لزوجها أم لا؟ يا سلام، ده سؤال واحدة فهمة المحاضرة، سؤال واحدة فهمة المحاضرة. يا أخواننا أنا قلت أن الأم إذا وقع لها إشكال لا تشكو زوجة ولدها لولدها حتى لا تعكر حياتها، وتحاول أن تعالج الموضوع باعتبار سنها معالجة تربوية. وكذلك على الزوجة أن تسكت عن هذا الظلم إلا إذا كان يمكن يعصب في الحياة الزوجية. بعد ذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. عندها يمكن، لكن الأفضل أن تسكت. لماذا؟ أقول لو أنها حدثته عن ظلم أهله لها ما هي النتيجة؟ ستوغر صدره تجاه من؟ تجاه أمه وأخواته. قد يصل هذا إلى العقوق مع الأم والأب وإلى قطيعة الرحم مع أخواته وإخوانه. لكن عليها أن تسعى إلى المعالجات، وأن يكون الأصل في المعالجة عدم الإخبار، ولكن ليست هذه قاعدة مضطردة. أيضا يمكن لها أن تخبر إذا ضايقوها. أحيانا من المشكلات الأسرية إنه مثلا الراجل بيكون عنده أو أخوانه، المرأة ملتزمة بيجي يغنوا معاه في بطن البيت 10 يوم،
الحمام واحد. ده كلام مش شرعي يا اخواننا، ده كلام مش شرعي. المرأة بتضايق جدا 24 ساعة بحجابها، تخش الحمام بالحجاب، تخش المطبخ بالحجاب، هذا لا يعقل. كويس؟ ولا يمكن أن تكون المجاملة إلى هذا الحد. والمرأة بتكون متضايقة أكيد، لكنها لا تريد أن تعصف بحياتها الزوجية. نعم. المشاكل كلها كلام كثير، يعني ما زي بيديك سؤال محدد، بيحكي لك كلام كثير شفته عشان تعرف. سؤال مكرر كثير من الأسئلة عن الزوج وعدم توافق في الأفكار. أيوة، قال أسئلة مكررة كثيرة. قال تزوجت ولم أجد توافقا في الأفكار مع زوجتي، ماذا نفعل؟ أولا، طالما أن الزواج قام والعقد موجود لا أنصح بالمفارقة، إنما أنصح بالمعالجة. وبالمناسبة أنا أحب أن أبشر الناس بشيء. عندنا مركز للدراسات الأسرية والاستشارات تحت الإعداد، ده بس حنسمع فيه المشاكلين من الزوجين. يعني أي ناس عندهم مشكلة في الزواج وفي التربية وفي كده، أشعر إنه هذا معظم المراكز القائمة في هذا الإطار مراكز علمانية لا ترجع إلى الإسلام ولا إلى مصادره. فبيقول كيف نفعل؟ أقول المعالجة. أولا، أنت ما جاي من كوكب في ما جاي من كوكب، أنتوا قاعدين في السودان سوا وفي حد أدنى من التدين. ما ممكن تكون هي للدرجة من الإجرام دي، يعني في حد إلا يكون في مفارقة حقيقية. يعني راجل ما بيصلي بيشرب الخمر طوالي، دي أنا أنصح بالانفصال. لكن في عدم توافق في الأفكار في أشياء كثيرة، يحاول يقرب الأفكار بالحوار. يا إخواننا في توافق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، اللمون شنو؟ مش الحوار؟ دين متفارقين أكثر من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. يا أخي اعتبرها حركة شعبية وقلب معاه في وطن النوم، يتونسوا يتكلموا لحد ما تصلوا لحد. المهم خلي تصل لحد شنو؟ بتتفقوا. كويس؟ طيب، قال تزوجت منذ عام وجاءت مشكلة الله على عدم الاستقرار، يعني يوم في بيتنا ويوم في بيته، حول الله بالله، وكل بيت أضيق من الثاني، وزوجتي أو زوجي يطالبنا ليس في طاقتي، فأنا أحيانا أخجل من إخواني وأمي وأحيانا من أهلي، ويعاتبني ويذكرني بالحديث أي امرأة بات زوجه وعليها غضبان. أنا فهمت هذه المشكلة. المشكلة إنهم ما عندهم بيته ضيق مع ناس أمه مثلا، ما بيستطيعوا يأخذوا راحتهم كأزواج. وهذه الحياة هي قد يكون عندها شيء من الخجل، هو قد يكون عنده رغبة في هذه المسألة. المهم أنا خلاصة ما عندي، طالما أن الأمر بعيد عن مرء الناس حتى ولو كان في ضيق، عليها أن لا تدفع زوجها إلى الحرام، تدفعه دفع إلى الحرام، أن تحاول قدر المستطاع. لكن أنصح الزوج بأن يحاول أن يهيئ البيت الشرعي والمسكن الشرعي الذي يرضي الله عز وجل ويرضي الشرع. نعم. كثير من الناس أيضا وضعوا خلاف الأزواج في تزويج بناتهم وأولادهم في شنو؟ زواج في شنو؟ الآباء، إصرار الآباء على تزويج بناتهم مما ليس بكفر. حديث، وأيضا سؤال حديث الأثر الذي أخذته من زوج كلمته من الفاسق، من زوج كلمته من الفاسق. أيوة، قال كثير من الأسئلة وردت عن تزويج إصرار الآباء على تزويج البنات بمن ليس كفر. يكفي فيه هذا الحديث، ويكفي فيه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولذلك أقول على الآباء أن يحرصوا على رغبات أيضا بناتهم، لأنها تستأذن وإذنها سماطها، ولا تجبر، ولو أجبرت فسخ النكاح شرعا يا أخواننا. وأنا أذكر بكلام شيخ الإسلام تيمية اللطيف، قال تعالى في النكاح فانكحوا ما طاب. النكاح بما طاب، ليس لأب، وده حاصل كثير، أن يتدخل في زواج ولده إلا إذا كان حيتزوج بفاسقة. أما إذا مسلم ومحترمة ما يقول له من أهالي وإلا من أهالي، لا يا أخي أهلك ما داير،
اختار وحدة. الوحدة دي أبدي رأيك فيها في أخلاقياتها، في أسرتها، في سلوكياتهم. إذا ناس ملتزمين ليس لك أيها الأب أن تتدخل في شؤون ولدك. قال ابن تيمية قال تعالى طاب معناها قمة الارتياح. قال كما أن الوالد لا يستطيع أن يجبر الولد على أكل طعام لا يشتهيه، فإن الزواج أجل، لأن مرارة الطعام مرارة ساعة، ومرارة الزواج مرارة عشر وسنين. ودائما ما يرفع الوالد والوالدة سيف مسلط وحق الفيتو المعلن ما عافي منك، وعارفينها إن بتغلغل الولد غلغلة. داير يتزوج وحده ملتزم وكويسة وأسرتها كويسة، تقول له ما عافي منك الأم، أو الأب يقول له ما عافي منك. ليه؟ لماذا هذا تدمير وهذه التعاسة؟ والعكس كذلك، على الأب أن يحرص على تزويج ابنته. وأنا معظم الآباء عندنا هنا في السودان أثق فيهم بالمناسبة، ودائما كان جاتني مشكلة بين أب وبنت، دائما بقيت في صايد الأب، في صف الأب، لأنه هو أحرص عليها. كثير من الآباء يريد ابنته أن تسعد، والبنت تريد أن متعلقة بعاطفتها بشاب، ووالدها لا يريد لها بشاب، ليس نظرة مادية، لكن قد يرى بخلال تجربته وحنكته أنها قد لا تسعده. لكن على العموم بنتك إذا توافقت مع شاب وأنت أيها الأب اختبرته ورأيته جديد يتحمل المسؤولية، هذا أوفق في الحياة الزوجية والاستمرار. على الأب أن لا يتدخل في هذه الجزئية وأن لا يمانع. لكن ذهبت إلى بعض الدول في محاضرة مثل هذه، جاءني سؤال طويل والله كم صفحة، يقول أن كثير من أولياء الأمور إذا كانت ابنته متعلمة وتعمل لا يزوجها حتى من أكفأ الأكفاء، يتعذر بأعذار شديدة، والسبب الحرص على راتبها. استغربت جدا لهذا السلوك الأناني وهذا التفكير الضحل جدا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة العوانس. نعم. آخر سؤالين. امرأة إن عملت كثر انصرافها عن زوجها وأبنائها، وإن جلست في البيت كثرت نجتها، بما تنصحهن؟ والله سؤال لطيف يا أخي. شوف يا أخواننا، هذه المسألة الأساس عندي التوافق والنقاش، وأنا حتى ولو نصحته اجلس معها وتكلم معها. إذا رأيت أن العمل يمكن يكون في إطار محدد، علاج يمكن أن تفعله في حدود الشرع وضوابطه، إذا كانت لكم حاجة فيه، هذا أهم شرط، أن تكونوا محتاجين فعلا. أما إذا كان مجرد أن تعمل المرأة وتخرج من البيت ليس لحاجة، فقط لكف نقتها، هذا لا يجوز، لأن الأصل القرار في البيت، وقرنا في بيوتكن ولا تبرن تبرج الجاهلية الأولى. إذا كنت فعلا محتاجين للشغل، أما لمجرد إنها تنق، يا أخي يعني الضغط ده، يعني ده كرت بتاع ضغط ولا شنو؟ يعني النقة كرت بتاع ضغط عشان تعمل. الأصل عدم العمل، وهذا يمكن أن يصل إليه الأزواج بالتوافق. نعم. السؤال الأخير، بعد سماعي للمحاضرة من باب التحدث بنعمة الله، أنا أسعد زوج، لأن الإشكالات التي ذكرتها لا تعنيني، وأكيد معي آخرون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.